غربت الشمس خلف أشجار الصنوبر الشاهقة ملقية ظلالا طويلة وذهبية عبر أرض الغابة. بينما كان عادل يسير على المسار الضيق، كانت الغابة دائما ملاذه مكانا للراحة، حيث يخفت ضجيج العالم ويمكنه أن يسمع أفكاره الخاصة مرة أخرى. كان قد سار لساعات مستمتعا بالعزلة عندما لفت انتباهه شيء غير معتاد حركة. في البداية ظن أنه مجرد غزال أو حيوان آخر، ولكن مع اقترابه شعر قلبه يقفز من مكانه هناك مستلق بالقرب من شجرة. كان طفل لا يتجاوز 10 سنوات، ملابسه ممزقة ووجهه شاحب بسبب الألم. توقف عادل فجأة وركض نحو الطفل مرحبا: هل أنت بخير؟ تألم الطفل وهو يحاول الجلوس، وكان وجهه مشوها من شدة الوجع. أنا ضعت، قال الطفل بصوت ضعيف. كنت أحاول العثور على طريقي إلى المنزل، لكنني سقطت ساقي تؤلمني. ركع عادل بجانب الصبي وفحص ساقه بلطف. كان هناك جرح عميق يمتد على ساقه والدم ينزف من بنطاله الممزق. شعر قلبه يتألم: لا بأس، ستكون بخير. مزق قطعة من قميصه ولفها حول الجرح مربوطا بإحكام لوقف النزيف: سأخرجك من هنا. كانت عيون الصبي الواسعة مليئة بالخوف، ولكن كان هناك أيضا لمحة من الأمل. كيف الطريق بعيد جدا حتى حافة الغابة. ابتسم عادل مطمئنا: لقد سرت في هذا المسار مرات عديدة، سنصل معا، لا تقلق. أومأ الصبي برأسه رغم أنه لا يزال غير متأكد، ورفع عادل الصبي بحذر على ظهره. تمسك الطفل به وأحاطت ذراعيه الصغيرتين بكواف عادل. بينما بدأوا في السير، كانت الغابة التي كانت هادئة وساكنة في السابق تبدو مختلفة الآن، فكل صرير فرع وكل حفيف أوراق بدا وكأنه يتردد في السكون بينهما. أثناء سيرهم حاول عادل أن يشتت انتباه الطفل عن آلامه. ما اسمك؟ علاء، جاء الرد الناعم. علاء، أليس هذا اسما جميلا؟ قال عادل. إذا ماذا تحب في الغابة؟ الأبدو أنها مكان رائع، أن تكون هنا وحدك. توقف علاء للحظة وأضاء وجهه رغم الألم. أنا لست وحدي الأشجار أصدقائي يتحدثون معي. رفع عادل حاجبه: يتحدثون؟ نعم، قال علاء برأس جد. إذا استمعت جيدا ستسمع الأشجار وهي تروي قصصا، وكذلك الطيور، هم يعرفون الأسرار. ضحك عادل غير متأكد من تصديقه. أسرار؟ أليس كذلك؟ ما هي نوعية الأسرار؟ ابتسم علاء ناسيا ألم جسده للحظة. الغربان تعرف عن القمر، تروي قصصا عن كيفية تغيره، والبوم هم يعرفون أشياء لا يعرفها أحد غيرهم، هم الأذكى على الإطلاق. ابتسم عادل خيال الطفل: أعتقد أنني بحاجة لبدء الانتباه أكثر لتلك الطيور. إذن واصلوا رحلتهم في صمت لبعض الوقت، وكانت إيقاع خطواتهم والهمسات بين الحين والآخر من علاء هي الأصوات الوحيدة في الغابة. ومع كل خطوة بدأ عادل يشعر بشيء غريب عن الصبي، شيء يبدو شبه ميتافيزيقي. طريقة حديثه عن الغابة، الأشجار، الحيوانات، كان كل شيء يبدو حقيقيا جدا ويقينيا جدا لطفل في مثل سنه. لكن عادل هز رأسه ليطرد تلك الأفكار. عليه أن يركز على إخراج علاء من الغابة. مع حلول المساء بدأ الضوء يتلاشى واستقر هواء الغسق البارد عليهما. كان عادل يرى حافة الغابة أمامه خلف مجموعة من الأشجار. كان علاء قد أصبح هادئا الآن، وجسده الصغير مسترخيا على ظهر عادل. لقد اقتربنا، همس عادل. عندما وصلوا أخيرا إلى الفسحة عند حافة الغابة، اختفى آخر ضوء من النهار تاركا فقط الوهج الخافت للقمر في السماء. كانت الغابة تمتد وراءهم كمساحة لا نهاية لها من الظلال.
لكن عادل شعر بشعور من الراحة يغمره. وضع علاء برفق على صخرة قريبة وركع بجانبه. لقد وصلنا، قال عادل مبتسما للطفل. نظر علاء إليه وعيناه واسعة وصادقة. شكرا لك همس. تلاشى ابتسامة عادل وهو ينظر إلى الطفل. لا داعي للشكر، أنا فقط فعلت ما كان سيفعله أي شخص. هز علاء رأسه وكان تعبيره جادا. لا، لقد انقذتني، ساعدتني عندما كانت في أمس الحاجة. الأشجار أخبرتني أنك ستأتي. عقد عادل حاجبيه. أخبرتك الأشجار علاء؟ أنا لا. رفع الطفل يده ليوقفه وابتسم ابتسامة عارفة البومة تقول إنك قد ربحت أمنية. فتح عادل عينيه بدهشة. أمنية؟ أومأ علاء. هكذا الأمور تعمل الغابة. لا تنس لطفا. البومة تقول لقد ربحت أمنية. أنت الآن تحصل على واحدة. لم يعرف عادل إذا كان يجب عليه أن يضحك أو يكون جادا. كلمات الطفل بدت مثل حكاية غريبة، لكن هناك شيء في الطريقة التي تحدث بها بتلك اليقين جعل من الصعب تجاهلها. نظر إلى السماء المظلمة حيث كانت صورة البومة تحلق ضد الضوء المتلاشي. كان الطفل يراقبه ينتظر. أمنية؟ فكر عادل للحظة. ماذا يتمنى؟ أن تصبح حياته أقل فراغا، أن يتخلص من ذلك الألم الدائم الذي لازمه لسنوات. فرصة ليجد السلام. حسنا، قال عادل بصوت ثابت. أتمنى السلام للجميع، السلام في العالم، في الغابة، في قلوب جميع من يحتاجه. ابتسم علاء بلطف وعيناه تتألق في ضوء القمر. الغابة ستسمعها، قال بصوت يكاد يكون همسة. قبل أن يتمكن عادل من قول كلمة أخرى نهض الطفل متألما قليلا من الألم في ساقه. يجب أن أذهب الآن، منزلي ينادي. انتظر علاء مد عادل يده، لكن الطفل بدأ في المشي نحو حافة الأشجار. ستكون بخير الآن، قال علاء دون أن يلتفت. الغابة ستحميك، تذكر الأمنية. راقب عادل مشوشا ولكن هادئا بشكل غريب الطفل وهو يختفي في الأشجار. شبحه يذوب في الظلال كما لو لم يكن موجودا على الإطلاق. لفترة طويلة وقف عادل وحيدا عند حافة الغابة يحدق في الظلام. وعادت البومة إلى الهتاف في المسافة وسط صوتها يعلق في الهواء. لم يعرف عادل ماذا حدث للتو، هل كان حقيقيا أم حلما حمى، ولكن شيء واحد كان مؤكدا، شعر أنه مختلف، كما لو أن شيئا ما قد تغير فيه، شيء عميق وغير معلن. أخذ نفسا عميقا ثم التفت عائدا نحو سيارته، وكان الطريق أمامه الآن أكثر وضوحا من أي وقت مضى. كانت الغابة الطفل وأمنيته تبدو وكأنها مجرد ذكرى غريبة وبارقة، ولكنها ذكرى ستظل معه إلى الأبد.